السلام عليكم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ انا النهارده كنت في السوق وجبت شويه مشتريات، فقلت ايه اقول لكم المشتريات النهارده بكام والاسعار. في حاجات رخيصه واسعارها كويسه، وفي حاجات يعني لسه ما نزلتش اسعار. فتعالوا بينا نشوف الاسعار. قبل ما نبتدي نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وسلم. واللي اول مره يخش قناتي يعمل لي اشتراك ويحط لايكات ويلا كده عشان ندخل على الفيديو. لقيت الفلفل ده حلو قوي في السوق وجميل، فقلت اجيبه اعمله صلصه. حلو قوي، الكيلو ب10 جنيه. بص احمر ازاي، قلت اعمله صلصه و... وحلو. علبه الصلصه دلوقتي بقد ايه؟ ومعايا ايه تاني؟ ومعايا فلفل. الفلفل ده برضو حلو قوي، جميل للآلية للتخليل لأي حاجة. لقيته ب5 جنيه، جبت منه برضو جميل قوي. ومعايا ايه تاني؟ الخيار. معايا خيار بلدي برضو لقيته حلو قوي اهو، ب10 جنيه، فجبت منه. انا تقريبا جبت كيلو الا ربع. ومعايا ايه تاني؟ معايا فلفل برضو وبتنجان رومي، لقيته برضو حلو اهو، وفلفل رومي اهو. انا جايبه البتنجان ده. طب انت جايباه صغير ليه كده وجايباه ليه؟ انا جايباه سلقه، بيبقى حلو قوي وطعم واحسن من العروس، وبيبقى كله لحم. فهنسلقه مع بعض ونعمل شويه مخلل حلو قوي، بدل ما نروح نشتري من المطعم مخلل بقد كده ومبقاش حلو زي كده. وفلفل رومي خلاص. ومعايا ايه تاني؟ الفلفل والبتنجان ده لقيته الكيلو ب5، فانا ايه جايبه 2 كيلو. هو الفلفل ب5 والبتنجان ب5، فانت خديهم على بعض عادي. وجبت طماطم لقيتها حلوه قوي، جبتها ب4 جنيه، جميله جدا وتحفه. بس عامله ازاي؟ هو اداني 2 كيلو ونص ب10. خلاص. وجبت ايه تاني؟ 2 كيلو ونص ب10. وجبت دي برضو لقيتها جامده وحلوه قوي. بصوا جميله وجامده للسلطه. بصوا عامله ازاي وجامده للسلطه. دي التلاتة ب10، بس انا جبت كيلو ونص، جميله جدا. وجبت ايه تاني؟ جبت ملوخيه. بصوا بصوا يا جمال ويا جمال على الجمال. بصوا صبحه وجميله ازاي. جبتها بكام؟ جبتها ب10، جبت نص ب5. وجبت ايه تاني؟ وجبت نعناع. بصوا الاتنين ب5 اهو. جبت الاتنين ب5. وجبت ايه تاني؟ جبت الليمون ده، قلت ايه اخلله. جبت كيلو، قلت اخلله كده بيبقى طعمه حلو قوي، ونحطه جنب الفول والطعميه والاكل، بيبقى بيفتح النفس احسن من نشتري من بره. خلاص. وجبت ايه تاني؟ بصوا جبت ايه؟ جبت كوسه، هي كبيره شويه بس حلوه. طب هتعملي بيها ايه دي؟ انا هقليها للفطار. حلوه لان مفيش كوسه اصلا، ودي بتبقى حلوه للقليه قوي. لما تقطعيها وتقليها شرايح وتقليها وتعملي لها دقه توم وشويه ملح وقرن فلفل كده وشويه خل حلوين كده، وتعمليهم وتطلعها من. وبعد ما تقليها تطلعيها وتحطي الخلطه دي، بتبقى تحفه وريحتها فظيعه. جربوا الخلطه دي بتبقى جميله جدا. خلاص. جبت ايه تاني؟
كده رحت ايه جبت ايه تاني، جبت كيلو دقيق اهو، قلب 17 الساعة. جبت كيلو حلو قوي وبجربه تحفه وجميل لكل حاجه، معجنات وحلو، وانا جايباه عشان سمك حاجه. وجبت علبه جبنه فريش، مش عارفه النوع ده حلو ولا ايه، ب10 جنيه، احطها جنب الفطار. وجبت ايه تاني، جبت شعريه نص كيلو. انا بحب السايبه قوي نضيفه بجد، لازم تتعاملي مع محل يكون نضيف وحاجته نضيفه وجميله جدا، احسن من الاكياس. والنص كيلو بيبقى فيه بركه. وجبت كده مكرونه، جبت كيلو مكرونه جميله جدا وبتاخد سوا وتحفه. وبصي جامده ازاي بجد، انا بحبها جدا عن الاكياس وبتاخد سوا جامد جدا. جبت كيلو ونص كيلو شعريه. خلاص دي كان الكيلو ب19 جنيه المكرونه، فجميله جدا احسن من الاكياس وموفره. واستعملوها وجربوها، هتقعدوا عليها كده لو لقيتوها جامده، هي دي جميله جدا. ده السر بتاع المكرونه اللي تفضل تغلي معاكي وما تتعجنش. دوسي عليها كده، لو لقيتيها اتكسرت في ايدك اعرفي المكرونه دي هتتعجن منك ومش حلو. لو جامده زي دي هاتيها وانت مغمضه، تحفه جدا والكيلو بيزيد وما شاء الله عليها. خلاص لو عجبكم فيديو المشتريات ابعتوه اكتبولي وانا اعمل لكم فيديوهات زي دي. خلاص تعال بقى نكمل ونشوف ايه تاني جبناه.